التافه اللي مسوي مقلب في السوداني المسكين اللي جاي يترزق الله ويلعب على مشاعره، وجايب معه رجال ملبسه حرمه ويقلدون عليه انه حرمه، وهو حرمه لو انه رجال ما رضي على نفسه انه يلبس ملابس الحرمه، ويقول انا استاذنته. يا اخي انت تعرف ان الرجال هذا امي جاهل لا يكتب ولا يقرا، ما يدري ان المقطع هذا بيلف العالم وبيدخل على حرمته في بيتها في السودان وعياله. بالله وش بيكون موقفه من عياله وموقف عياله منه وزوجته؟ بالله كيف بيروح السودان بكره ويستقبلهم يستقبلونه؟ يا اخي تفضح انسان عشان تجمع مشاهدين، والله مليون مشاهد ما يسوون كسرة خاطر هالمسكين اللي يمكن له 3-4 ايام ما نام. تدور في الشوارع تصيد فال جانب المغتربين المساكين وتستغل غربتهم وتلعب على مشاعرهم وتغريهم. انسان له عن اهله 2-3 سنوات وتختبر صبرهم ومشاعره. لو انك رجال سويت هالمقلب واحد سعودي والله لا يدعس رقبتك، وبعدين لا احد يتجرد من رحمه ويقول يستاهل ليش يغازلها. احنا نعرف ان الحريم فتنه الرجاجيل، واحنا يمكن نسوي حاجات اعظم من السوداني، لكن والله ابتلانا بمشهور يدور مشاهدات ويوضحنا. وبعدين انت مسمح لك التافه انك تصور السعوديه بهالصوره المحطه وانها تغازل الاجانب. احنا بناتنا كذا سود الله وجهك، احنا بناتنا شريفات عفيفات، احد منهم ما تستطيع تكلم راعي المحل خلت تغازل وتحرش بسوداني معها جنبي في السياره. واحنا دوله وشعب طيبين مفتوح صدورنا لكل الناس، للسياح المعتمرين للعمال عندنا نكرمهم ما نجرح مشاعرهم. ان شاء الله انك تحاسب ان شاء الله.